أصلب صخرة في التاريخ طريت زي العجينة تحت رجل نبي. أي حد بيبني يعرف إن لما الجدار يعلى بنحتاج سقالة ترفعنا، لكن في أعظم مشروع معماري على وجه الأرض، بناء الكعبة، الموضوع كان مختلف. سيدنا إبراهيم جاب حجر بازلتي قاسي جدا ووقف عليه عشان يكمل رفع القواعد. وهنا قوانين المادة اتغيرت. الصخر اللي ما يتكسرش بأقوى معدات لان وبقى حنون زي الطين تحت قدم الخليل، ياخد بصمة رجله ويترفع بيه كأنه مصعد رباني كل ما البنى يعلى. رسالة لكل واحد شايل هم الطريق: لما تكون بتبني حاجة لوجه الله، ربنا هيطوع لك أصلب الموانع وهيلين لك الصخر اللي سادت طريقك. أنا قبلة، وهنا بنرجع للأصل.